مفيش حد في الحياه تعب وبذل مجهود في حياته في اي حاجه هو بيعملها وتعب اترمى في الارض. فانت وانت بتشتغل مفيش حاجه اسمها انا محبط، لا يا جماعه. اعتبرها بدايه جديده وابشر خير كده، ربنا يكرمك ان شاء الله. بتسمع ان بقى عندنا فاضل 11 يوم، 10 ايام، 7 ايام، 4 ايام، يوم الامتحان. حضرتك نفسيتك بتبتدي تقل وتضطرب وتتشنج وخايف، وماذا لو مستقبلي هيضيع، انا مش عارف اعمل ايه. وللاسف ده بيضر حضرتك بطريقتين. الطريقه الاولى بتضرك نفسيا نفسيا نفسيا، ومفيش حد فينا ولا المفروض حضرتك ولا اسرتك ولا اي حد يتمنى ان انت تخرج من الثانويه العامه مأذي نفسيا، لان ده غلط، وده ممكن يسبب لنا مشاكل او يسبب لحضرتك يعني مشاكل نفسيه هتفضل ملازمه معاك شويه. ده اول حاجه. تاني حاجه هتسبب لي مشاكل في الامتحان، لان طول ما حضرتك مضطرب معنى كده ان حتى لو انت قعدت تذاكر الانتاجيه بتاعتك قليله. فلو انت بذلت 7 ساعات مذاكره، 6 ساعات مذاكره، 5 ساعات مذاكره، الانتاجيه بتاعتك هتلاقيها 1، 2، 2.5، 3. هتلاقي نفسك بتبذل مجهود بس ربعه بس اللي بيتم تحصيله. ليه؟ لانك مضطرب وقلقان، وطول ما انت قلقان عقلك مش قادر يبذل الطاقه القصوى في التركيز، مش قادر تركز، فعندنا مشكله. طيب، فاللي مطلوب مني في الفتره دي سلام نفسي، هدوء، يقين بالله. طيب احقق ده ازاي؟ احقق ده ازاي؟ بيقيني بربنا. وانا مش عايز هنا يقيني بربنا فتقول لي فنعم بالله ونعم بالله، اقول لك يقينك بالله تقول لي ونعم بالله. انا مش عايزين نتكلم كلام انش، يعني انا عايز اكلمك اخطف فيك قلبك بس كده، وتبقى اخد الموضوع كقاعده حياتيه مش بس ثانويه عامه. بص، مفيش حد فينا في الحياه عارف المستقبل في ايه. لا سيبني اقول لك تجربه معلش قبل ما اتكلم معاك. احنا عشناها مع بعض من سنتين. حضرتك من سنتين في ناس كانت في مستوى نزلت، وفي ناس في مستوى طلعت، وفي شركات قفلت، وفي شركات فتحت بسبب كورونا. الناس دي كانت مخططه لمستقبل حلو جدا، والناس دي كان عندها رؤيه مستقبليه، وفي ناس كانت راسمه ان هي تعيش حياه. راح كل ده ليه؟ لان المستقبل هو بايد ربنا بس. فاللي انا عايزك بس توقن فيه في الحياه عشان تعرف تتعامل مع الحياه، والحياه ما تفضلش تخبط فيك يمين وشمال وتفضل مضطرب طول الوقت وحزين طول الوقت. هتخلص ثانويه مضطرب، تخش بعد كده على الكليه، تخش على الجواز، تخش على التجهيز، اصل انا مضطرب ربنا امرنا بالسعي. ربنا امرنا بالسعي بس. ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان كم واحد يدخل الدين، كم واحد يسلم. ما امروش بعدد، لان ربنا امره بنشر الدعوه فقط. هو ده العدل، هو ده عدل ربنا، ان انت لما تسعى توفق. طب افرض انت سعيت وما نجحتش، هتوفق برضه. ازاي؟ لان النجاح بالنسبه لحضرتك ايه؟ مش ان انت ترضى، مش ان في الاخر ان تعبك ما يترميش على الارض. تعبك مش هيترمي. مفيش حد في الحياه تعب وبذل مجهود في حياته في اي حاجه هو بيعملها وتعب اترمى في الارض. مفيش ولا قصه من القديم ولا قصه من الجديد ولا قصه احنا عشناها ولا حياتنا الشخصيه، واللي يقول لك غير كده ده كاذب. ده كلام بجد بصدق، ما حصلتش او لم يوفق بعد. ان ربنا عين له حاجه بس هو لسه مستعجل، فعمال ايه؟ يتكلم كتير وهو بس ما استناش. لكن هيوفق برضه حتى لو اتكلم. فانا في النهايه مطلوب مني اسعى وماليش دعوه بالنتيجه. ربنا هيدخلني ايه؟ اصل انا افرض الكليه اللي دخلتها ما عجبتنيش، اصل افرض جبت مجموعه. قاعده حياتيه: من سعى وفق لابد. والله حتى لو حضرتك ما دخلتش الكليه اللي انت عايزها، كلنا كنا بنتمنى حاجات واحنا في ثانويه عامه. والله دعينا ربنا دعوات ما دعونا الله بها كعدد بعد كده كعدد ده واحنا في ثانوي قد الدعاء ده. ودعينا الله كثيرا ان احنا نخش حاجات معينه وما دخلناش، وربنا ما وفقناش، بس ربنا وفقنا. اللهم لك الحمد. ولو رجع بينا الزمن تاني والله ما هدعي الدعاء ده ابدا ولا اجيبه على لساني. ليه؟ ما انا ما كنتش اعرف بقى، انت ليك اللي انت توفق. انت بذلت جهد، سعيد، خلاص النتيجه السعي بيقابله وبيساويه توفيق. فانت فهمت القاعده، ارتاح بقى. ليه تفكير زائد وليه خوف مستقبلي؟ واصل اسرتي هتتضايق، واصل في البيت هيتضايقوا. ما تخافش، مش هيتضايقوا، ما فيش حاجه، وان شاء الله ربنا يوفقك. بس انا بقول لك يعني انا مش شايل هم حد، مش شايل هم على دماغي وكل حاجه، بس ده مش مطلوب منك اسعاد الاخرين، مش مطلوب منك ان انت تفضل تدور على كل حاجه بتبسط الناس ايه، مش مطلوب منك ده اصلا. مفهوم؟ انا مش مطلوب مني اخلي الناس كلها تحبني واخلي الناس تبص عليا نظره اجتماعيه ان هي رضا خالص. انت مطلوب منك تسعى وتعيش انسان سعيد مطمئن قريب من ربنا في حياتك
فتوفق بس. فالسعي يا اولاد دايما انا عندي قناعه بان القدر معلق بالكلمات. يعني اوعى تتشائم ابدا ابدا ابدا، او تقول انا مش هلحق او مش هروح او مش هاجي او مش هعمل او مش هوصل. اوعى تقول كده، خليك دايما كده متفائل، ان شاء الله خير، ربنا ان شاء الله يكرمني، انا ما حدش احسن مني. صدق في نفسك، ثق في نفسك، طالما بتعمل اللي عليك وجايب اخرك ده المطلوب، ماشي؟ فاوعى تتكاسل الفتره اللي جايه، اجتهد، شد حيلك، اعمل اللي عليك، وما تقولش حاجه وحشه، ما تتلفظش بحاجه وحشه عشان خاطر انا، ماشي؟ وطبعا دعواتك يعني مش هوصيك بقى، وانا والله دعيت لكم في مكه، في الحرم المكي وفي المدينه، والله دعيت لكم كلكم، فربنا يستجيب ان شاء الله ويكرمكم اولاد. كتير من الطلبه عندها حاله من الوهن والضعف، وبعض الناس للاسف انا بقيت اشوف الكلام ده، فانا الشيء اللي بلمسه لازم اطلع اتكلم عنه. في حاله كده من التراجع، وبعض الناس محبطه، وبعض الناس تحس ان المشوار طال عليها واحنا لسه ما وصلناش لنص السنه، ودي مشكله كبيره. مشكله ايه؟ مشكله ان انا دلوقتي وانا لسه ما وصلتش نص السباق، حاسس الناس ايه مش مركزه. يعني تخيل مثلا من يومين واحد بيسال يا جماعه هو الباب الثالث بدا، واحنا مثلا بقى لنا اسبوعين بادئين الباب الثالث، ده ادينا حصه وادينا المحاضره الثانيه كمان نزلت، وناس لسه ما تعرفش يقول لك انا ما خدتش بالي. طبعا يا جماعه انا مدرك تماما ان الايام عماله تمر عليك صراعا بسرعه، ده شيء انا يعني موقن منه، وده بيحصل معايا انا كمان، لان انا بص ما بصدق اروح اخلص الف ارجع اسافر القاهره ارجع تلاقي الاسبوع لف. يا جماعه اين العمر؟ انا لا اراه. حبيب قلبي، الموضوع محتاج منك حاجتين. اولا قرب الى الله سبحانه وتعالى، قرب لربنا شويه عشان ما تحسش بالخوف، عدم الطمانينه اللي الناس فيه ده يا جماعه، لان الناس صدقني في كتير من الاوقات بعيده عن ربنا، مش مقربه، وطول ما انت بعيد هتظل خايف. دي حاجه. الحاجه رقم 2، طول ما انت قريب من ربنا يا راجل يا طيب، ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. كفايه بس شعور الاطمئنان بقربك لربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك. ربنا قال كده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فانت عايز ايه تاني؟ فخد بالك من الحته دي، لان انا شايف كتير من الطلبه بدات كده بص تحس ان الخطى مش خطى واثقه، وانا ما احبش ان السلوك ده يظهر في طلابي. بالعكس، احنا خطانا باذن الله تعالى خطى واثقه. بدانا شغل جديد، ابدا بكل قوه. بالعكس، ده انا مع بدايه كل باب يا راجل يا طيب، فاكر انت الجمله الشهيره ابدا بقوه بنيه جديده. يعني ايه بنيه جديده؟ ان كان في تقصير في اللي فات، دع التقصير فيما مضى. القاعده دايما بقولها كده والله، ودي قاعده الواحد ماشي بيها نهج في حياته: كن محسنا فيما بقى. احسن دايما في اللي فاضل، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. يا راجل يا طيب، ده ان الرجل حتى في امور الاخره، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار، عايش طول حياته بيعمل عمل اهل النار، فيسبق عليه القول، خلاص بقى قربت المنيه تجيله، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. تخيل، خلاص طول عمره كان عايش بيعمل عمل اهل النار، فجي على ايامه الاخيره فربنا سبحانه وتعالى اراد له النجاه، فخلاه يعمل عمل اهل الجنه فدخل الجنه. فانت وانت بتشتغل مفيش حاجه اسمها انا محبط، لا يا جماعه، مش هنفضل كل شويه نقول الكلام ده والناس تقول لي طب انا بشتغل انا بعمل ايه؟ وقلت لك اكتر من مره، حتى لو انت كان عندك تقصير في اللي فات وبدات الحمد لله ربنا اكرمك ومن عليك بالهدايه والثبات والصحبه الصالحه اللي تعينك على العمل الصالح، وجيت حسيت نفسك بتقع او حسيت ان لسه مفيش نتيجه، اوعى تتعجل الحصاد. بتزرع النهارده وعايز تحصد بكره، لا مفيش كده. انا هفضل ازرع وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع هذا التعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا اكثر من مره: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ماله بقى الا يقوم حتى يغرسها اغرسها. عمل صالح اعمله، تعب وعباده ومذاكره اعمله، اجتهد واعمله، ما تقولش ملوش نتيجه. بالعكس، المحبطين والمثبطين والشيطان هم اللي بيقولوا لك ان هي ملوش نتيجه. قسما بالله ليه نتيجه. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة يا راجل مش عمل، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، مالها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل وقت. دي كلمة، فبالك بعملك الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك عليه في الدنيا والآخرة. ما تقوليش أنا مكسل أبدأ، ولا متأخر في إن أنا أبدأ، ولا مش واخد بالي. مش واخد بالك دي معناها إن في تقصير في شغلك. فأوعى الشيطان والصحبة السيئة للأسف تاخدك الاتجاه مش صحيح في التوقيت ده. لا يا جماعه، خليك على الطريق الصح، اكمل على طريقك. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعينكم ويوفقكم وياخد بايديكم دايما يا جماعه الى سبيل الحق وطريق الرشاد.
وباذن الله يا جماعه دايما والله العظيم يا ابني كن مع الله. يعني انت وانت ماشي خليك قريب من ربنا، صدقني لا شيطان هيعرف ياخدك ولا صحبه سيئه، لانك خد بالك كل ما هتروح معاهم لا 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 هتلاقي نفسك بترجع لطريق الحق. ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك، مش هيضيعك، هو ده المطلوب منك. وباذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يثبت دايما على الحق خطاكم. اشوفكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.